السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد عليكم يا رب العالمين. ربنا يجعله عيد الفرحة والهنا والسعادة على الجميع. كان نفسنا كان العيد يبقى مع نصر غزة، بس نصرهم قريب ان شاء الله بإذن الله يا رب العالمين. ندعو لهم كلنا كده. ونبدأ بقى الفيديو النهاردة بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل خلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو ده كان المفروض ينزل امبارح اللي هو يوم الوقفة، بس والله كنت تعبانة قوي، ولا قادرة اعمل مونتاج ولا قادرة اسجل ولا قادرة اعمل اي حاجة. هو فيديو بسيط خالص كده اهو، في حاجات كده من قبل الوقفة. كانت البيتي فورت كنت عاملاه عند اختي بصراحة، وقلت لها ابعتهولي وانا ايه هلزقه، هي كانت هتلزقهولي كمان. بس انا قلت ايه، لا هاتي انا هلزقه واشكله يعني. بصوا، في ده كله كيلو، الصينيتين دول كيلو بتفور. بس هو يعني هو في الاول بيقطع كتير، بس لما بتيجي بقى تشبكيه في بعض وتشكليه، فالكمية بقى ايه بتقل بقى، لان بيبقى مجوز فهيبقى صينية واحدة. بس هو لو فرداني كده بيقطع بصراحة كتير. طبعا نص الكمية عاملاها بالكاكاو زي ما انتوا شايفين، ونص التاني من غير كاكاو. والاشكال بتاعته حلوة قوي، والاشكال كتير بتعملوه بالمكنة بتاعة البيتيفور. تمام. ف فهي عجنت وسوته هناك، وانا بقى قلت هنا بقى ايه، اشكل فيه هنا كده براحتي. دي شوكولاتة فارماسي اللي هي السودا الطويلة سنة دي. ماشي. وجبت كمان اللي هي الالوان، كان نفسي برضو تكون طويلة، بس ابني هو اللي راح جاب، فدي مدورة كده. بس والله طلعت شكلها جميل جدا وحلو قوي قوي. الكيس من ده ب10، فحلو يعني. جبت اللي هو الالوان وجبت اللي هو الشوكولاتة. وكان عندي كمان بصوا ده، دي مكعب شوكولاتة خام من عند العطار برضو ب20 جنيه. وكان عندي جوزة الهند، حطيت برضو زوقت بجوزة الهند، وكان طعمه حلو قوي. كنت هعمل بالسوداني كمان، الفلوس السوداني، بس مش عارفه ما عجبنيش خالص. بعد ما طحنت السوداني كده ما عجبنيش خالص طعمه. فقلت خلاص بقى خلينا ايه في التلاتة دول. وما شاء الله يعني طلع شكله حلو، والكميه كانت حلوه وكده. بصوا دي مربى كنت انا عاملاها في البيت، بس ما كنتش مصوراها معاكم، كنت عاملاها في الفتره اللي كنت تعبانه فيها وما كنتش بصور. ف فحطيت كده مربى، دي اللي عاملاها في البيت. ممكن برضو لو مربى من بره تعملي بيها. المربى اللي عاملاها في البيت دي بيبقى فيها قطع كده شويه، فانتي بقى تخلي بالك القطعة دي ما تحطهاش بقى كده جوه قلب البيتيفورة يعني، عشان ما يبقاش عالي. وبتاخدي كده بالشوكة حتة صغننة وتحطيها كده في النص، ما تاخديش بقى الحتة الكبيرة بقى. شايفينه بحط كده كل اتنين ايه على بعض. بحط اللون فاتح كله على بعض مع بعض يعني. شايفين بعملها ازاي؟ اكيد بقى كله دلوقتي بقى زوق البيتيفور بتاعه كده. فمعلش بقى سامحوني لو كنت متأخرة عليكم شوية. شايفين؟ بس والله الفيديوهات عندي كانت بتاخد وقت على ما بتنزل يعني، فنزل بتنزل متأخر يعني. حطيت كده عشان دي البوتيفورة دي البيضة. فانا عملت لها ايه بقى، شوكولاتة سودا، عارفين يعني اللي هو بغير يعني كده، الابيض بحط له اسود والاسود بحط له ابيض. وال ودي برضو حطيتها في اللي هي الفارماسي الالوان، برضو كان شكلها حلو قوي يعني، كانت باينة فيها وكانت حلوة. هجيب برضو اللي هو دول. بصوا ولادي كانوا واقفين جنبي بيشوفوا انا بعمل ايه، فكانوا بيهزوا الحامل بتاع الموبايل. كانوا عمالين يقولوا يا ماما اللي انت بتعمليه ده ايه ده ايه ده، فاكريني يعني. بناتي كانوا يفتكروا ده خرز، الالوان ده خرز يعني، عشان هم بيحبوا الخرز يعني وكده. فعمالين يقولوا لي ايه اللي انت بتعمليه ده. بصوا برضو عملت هنا بجوز الهند، بصراحة طعمه جميل. انا بحب اللي بالمربى اكتر من اللي بالشوكولاتة. دي بقى مكعب الشوكولاتة، عملت فيه ايه، قطعته وحطيت معلقتين كده لبن ومعلقة زيت، معلقتين يعني او 3 بالكتير. بالمعلقة الصغيرة دي لبن، ومعلقة واحدة بس زيت اللي هو بيديها لمعة يعني كده. ودفتهم كده على النار، يعني انا حطيت عليهم كمان الشوكولاتة، الزيت واللبن والشوكولاتة. وقعدت بقى كده ايه ادفيهم على نار هادية. تبصي بقى ومع التقليب المستمر تبصي بقى تلاقي الشوكولاتة ساحت معاكي خالص. بتحطيها كده في طبق، وكل ما بتبرد بتتقل، كل ما بتبرد بتتقل. بص انا ما بحطش الحشو بتاعه كتير عشان خاطر ما يطلعش من بره كده ويبهدل الدنيا، عشان يبقى على نظافة يعني.
الزيادة كده بشيله، وبعد كده ببتدي بقى ايه احط بقى التزويق بتاع اللي انا هحطه. اي حاجة عندك بقى انت عايزة تحطيها بقى حطيها. يبقى كده عاملة بقى بالشوكولاته وبالمربى، اللي فيه شوكولاته من جوه بحط له برده شوكولاته من بره، واللي فيه مربى من جوه بحط له برده مربى من بره. فاهمين؟ يعني ما رضيتش اشكل، ما رضيتش احط من جوه مربى ومن بره شوكولاته وكده، ما حبيتش الطريقه دي. انا بقى بحب اللي بالمربى اكتر بكتير. هعمل برضو كده، وجنبي طبق احطهم فيه، مش بيحتاج تلاجة اللي هو تسقعيه يعني ولا اي حاجه، هو بينشف على طول. ده شكل السهم كده اهو، برضو حطيت فيه برضو، فكان شكله حلو قوي. برضو احلى حاجه كانت القلب، يا لهوي القلب كان خطير. السهم ده الشكل بتاعه كبير شويه، شايفين؟ بيبقى شكله حلو قوي قوي. عملت بقى كده الكميه كلها. دي بقى مش الكميه كلها بصراحه، لان وانا بعمل كده اهو كنت بعمل حبه واحط في طباق يعني بسكوت وكحك وبوديفور، وكنت بدي يعني حد. بعت المدرسه بتاعت البنات يعني عندي ساكنه جنبي يعني وقريبه مني، فبعت لها كده طبق، ويعني بعت برضو ايه لكذا حد يعني. فشايفين الالوان شكلها حلو قوي قوي ازاي. في اخر حبه كده اهو رحت حاطه الالوان كلها على بعض لانه كانوا قليلين، ورحت ايه بقى مزوقه بيهم اتنين تلاتة كده، فطلعوا مشكلين بقى، بس كان طلع شكلهم حلو قوي يعني. وخلصت بقى كده ايه البتيفور، وحطيته كده في علبه بقى وغطيته، ومحطتوش بصراحه جوه التلاجة لان الحاجات دي بتطرى جوه التلاجة. الترمس بقى، واهم حاجه الترمس، وهننسى الترمس. وعلى فكره الترمس بيتعب القولون قوي قوي، الناس اللي عندها القولون تعبان يعني ما يكتروش من الترمس عشان بيتعب القولون شويه، فخلي بالكم. انا بحبه قوي قوي وباكله كتير، يعني باكل فيه كتير، بحبه جدا. يعني بنستنى العيد عشان الترمس كده، حتى لو عملنا في الايام العاديه ما بيبقاش حلو زي ايام العيد. ده كيلو حطيته كده في صينيه، وقعدت بقى انقي فيه. تمام، قعدت برضو كده انقي فيه لو في اي حاجه ولا حاجه ترمسية مش حلوه ولا حاجه بشيلها. وحلة ميه حطها كده على النار، هنقي الترمس واغسله واحطه عليها. ممكن ما تولعيش على الميه الاول، يعني ممكن تحطيهم على بعض وبعد كده تولعي البوتاجاز يعني. مش شرط تكون الميه مغليه، لان هي كده كده هتتحط على النار وتتغلي. في بعض الناس بتنقعه في ميه مغليه، ميه مغليه من الكتل يعني، ما بترفعوش على النار يعني، وتسيبه بالكام ساعه كده. لا انا بحب اغليه، و قبل ما اطفي عليه على طول ببتدي بقى احط له الملح واطفي عليه بقى واسيبه بقى. ده الكيلو هنا كنت حطيته كده وحطيته في البتاع دي عشان تتغسل. انا كان عندي نص وجبت كيلو، و... وايه قلت اعمل كيلو ونص، اول مره اعمل كيلو ونص. في الاول خالص كنت بعمل نص، وبعد كده بقيت بعمل كيلو، دلوقتي بعمل كيلو ونص عشان الولاد بيحبوه قوي قوي، وانا برضو يعني وجوزي وكده، ووقت بنزل منه يعني اللي تحت مثلا عند بيت حماية ولا حاجة كده. فقلت ايه اعمل بزيادة السنة دي. النص كيلو ده كنت جايباه قبل رمضان يعني كده بشوية. كان في حاجات عايزة تتنقى اكتر من الكيلو. الكيلو كان نضيف خالص بصراحة، يعني طلعت منه حاجات قليلة قوي، لكن النص كيلو طلعت منه حاجات كتير. خلصته بقى على كده، وهعمل بقى فيه ايه، احطه برضو على نفس العلبة. بصوا الترمس ده ترمس حلو، اللي هو الترمس اللي بيستوي بسرعة، مش الترمس البلدي اللي بياخد وقت يعني. فاهمني؟ آه انا بقى ايه بغليه، لو غليته بالنهار وهسيبه بقى كده لغاية بالليل واغير له المية تاني. وانا غليته بالليل خلاص بغطي عليه بعد ما غليته واسيبه بقى لتاني يوم بقى. بصحى الصبح بقى بلاقيه يعني خلاص يعتبر استوى، يعني يعتبر مش استوى خالص. ببتدي بقى طول النهار كده اغير له عليه الميه، واحط له ميه نضيفه عشان لو في اي مرار يطلع. وعلى اخر النهار كده ولا حاجه ولا بالليل بناكل منه، يعني تاني يوم بناكل منه على طول. غسلته كده كويس، وهجيبه دلوقتي احطه ايه في الحله دي دلوقتي. طبعا انا غطيت عليه بقى كده وسبته شويه، وبعد كده لقيت انه ايه حجمه زاد ومش نافع في حله واحده، وفي ميه برضو تحت عشان هو بيعلى لفوق على وش الميه. فلقيته كده مش واخد راحته، فقسمته على حلتين. وكان خلاص بقى كده الحبايه بتاعته كبرت بقى كده وزادت، وابتديت بقى حطيت له الملح وطفيت عليه، ورحت بقى ايه سبته بقى. تمام. كان ده كان قبلها بيوم.
ده بقى تاني يوم بقى كنت خلاص كان استوى خلاص. فطلعت كده حبة وحطيتهم في العلبة دي، وحطيت عليهم كده غسلتهم كويس، وبعد كده حطيت عليهم ملح وليمون. في بعض الناس بتحط بقى شطة وكمون. انا مش راضيه احط شطة عشان الولاد ولا ما بيحبوش بالكمون، هم بيحبوه بالملح والليمون بس. فحطيت له كده ملح وليمون، ليمونتين كبار كده اهو، عصرتهم كويس وحطيتهم عليه وهقلبهم بقى كويس. العلبة دي انا هحط فيها الحبة دول، وكمان يعني هخليهم فيه كده ايه، فيهم ملح وليمون. اي وقت بقى يعوزوا منه الولاد ايه ياخدوا. بس هاخد منهم حبة اقدمهم مع الحاجة بره، احط لهم كده على الترابيزة عشان اي وقت عايزين ياكلوا منه. ده بقى كان ليلة العيد بقى. فلبست بقى كده الجلابية بتاعت ليلة العيد بقى، والعباية بتاعت جلابية العيد ليلة العيد، يعني العباية بتاعت ليلة العيد. بصوا العلبة هنا مكنتش عارفة اقلب فيها، حطيت في طبق وقلبته بقى كويس. والولاد بقى لبسوا كده الهدوم بتاعت ليلة العيد او يوم الوقفة يعني. وقلت بقى اعمل لهم كده ايه سهرة حلوة بقى. عندي الطبق ده جايباه من بدري قوي قوي، اللي هو القلوب ده. وعندي واحد تاني كان احمر كده بثلاث عيون، بس بصراحة اتكسر يعني، فما جبتش واحد غيره تاني. فقلت خلاص همشي حالي بقى باللي عندي بقى، مش شرط يعني. ده حطيت كده في كله ترمس عشان هما بيحبوا الترمس قوي قوي. فحطيت كده ايه بقى الترمس، ودول هخليهم كده على جنب. لو عايزنا تاني بقى تاني يوم ولا بعديها بشوية ولا حاجة، ادي هو موجود. تمام. هجيب بقى اطباق كده، مش يعني مش هتعب نفسي بقى ولا اكلف نفسي، انا بعرف امشي نفسي بالحاجة اللي عندي يعني، وكده احسن يعني بكتير. جبت الاطباق دي، قلت بقى احط فيها ايه المقرمشات. الكيس ده كان مليان، بس بصوا انا يا دوب دول اللي لحقتهم منهم. عمالين بقى يتسلوا عليه بقى عشان هما بيحبوها قوي. والله العيد ده ما كنتش ناوي اجيب مقرمشات. قلت ايه، ما في كحك وبسكوت ومش عارفه ايه، وخلينا بقى ما نجيبش مقرمشات موالح وكده. بس ما قدرتش يعني، هما بيحبوها قوي فجبتها لهم. بس بصراحه ما كترتش قوي، كنت جايبه لب سوبر وابيض وسوري، واهم حاجه اللب السوري ده عشان ولادي بيعشقوه. ما جبتش لب سوري بيزعلوا قوي يعني، لان هما ما بياكلوش غير اللب السوري. بصوا كان في كده على اشكال ورده، والصوابع ده انا اول مره اشوف في الاشكال الورده. الصوابع ده كان طعمه احلى بصراحه. اللي انا جايباه ده جايباه بالجبنه، ما جبتش حاجه بالشطه، بس كان في حاجه الوانها فاتحه وحاجه الوانها غامقه. كان الكيلو ب120 جنيه، انا ما جبتش كيلو يعني، جبت اقل. فبصراحه كان طعمه حلو قوي قوي، ما عادش المقرمشات دي اول حاجه، ما عادتش يعني. جيت هنا برضو جبت طبق تاني كده، قلت ايه ما عنديش شيالة الكحك والبسكوت بتاعتي كانت استلس وباظت من زمان كده. كانت بتصدي يعني، فاستغنيت عنها بقى. فقلت خلاص في الطبق دوت كده اروح حاطه الكحك والبيتيفور والبسكوت. آه يعني هيبقى شكله حلو قوي وفي طبق واحد يعني. حطيت بقى التسالي في طبق، وحطيت البسكوت والكحك والبسكوت والكحك والبيتيفور في طبق تاني يعني. حطيتهم بقى كده ورصيتهم، واللي عايز بقى ياخد اللي هو عايزه. والسهرة طويلة بقى ونقعد ناكل بقى. وبكده اكون خلصت معاكم فيديو النهارده. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، ما تنسوش باللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.